يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. يا ربي رؤيتك رجائي وإلى الجنات لتهديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى معانا هنعمل محشي مع بعض. معايا الكرنب وخضار، ومعايا بقى الحاجات اللي احنا هنعمل بقى المحشي. هنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بقى ونشوف هنعمل ايه. عندي بقى هنحشي على بط بلدي من عندي. معايا طماطم، وطبعا جايبة بنجرية لان الطماطم اليومين دول مش حمرا وكده، وكرنباية، وجايبة بتنجان اللي هو المخدد او البنفسجي دوت، وفلفل. هنحشي بقى تشكيلة محشي حلوة كده. وعندي برضو ورق عنب حاطه في الفريزر اهوت نسلقه. انا حابه بحطه في الفريزر ني، ما بسلقوش، وما باجي استخدمه يعني بروح سلقيه، بيبقى حلو قوي كأنك لسه جايباه. واللي مصلي على النبي معايا ورق خاص بيبقى حلو قوي في المحشي. كان عندي خاص وكده فاخدت الورق عشان احشيه. كل بقى الحاجه اللي احنا هنعمل بقى المحشي معانا هيت. هقور بقى البتنجانه الكرنبايه، دايما على طول كده اغلط كده. هنقور بقى البتنجانه كده كرنبايه. استغفر الله العظيم يا رب. قورت بقى الكرنبايه بالشكل دوت اهو. انا بحطها كده ما بفككاش يعني، لما يكون ايه الحله صغيره بشيل منها كام ورقه كده بس. طبعا نحط الميه تغلي، ومعايا الخضار بقى كزبره وبقدونس وشبت. ان شاء الله الخضار جميل قوي، جايباه حلو. افتحه بقى عشان هنقيه قبل ما اخرطه. انا بخرطه وبعد كده بنقعه في ميه واغسله في المصفى عشان ينضف قوي من كل الرمل والحاجات اللي فيه. يعني بعد ما بخرطه بروح نقعه شويه عمال ما اخلص التسبيكه وكده، بروح نقعه. خلاص كده انا نقيته، شلت الحاجات اللي هي وحشه فيه وكده. هخرطه اهو. هقسمه بقى طبعا عشان هو كتير مش هينفع اخرطه مره واحده. هشيل بقى العيدان اللي فوق ديت واخرطه بقى معاكم كده بالشكل دوت. الشتا بقى طبعا بيجي بقى، والمحشي طبعا لازم ما بنستغناش عنه في الشتا وكده، نحب نحشي على طول ايام الشتا. خرطت بقى انا كده الخضار، هحطه بقى في شويه ميه نقعه زي ما قلت لكم، واسيبه بقى اركنه لحد ما اجي احطه على خلطه الرز وكده اهوت. هنقعه بقى في ميه، حطيت عليه الميه اهي. دلوقتي بقى انا محضره الميه اللي هسلق فيها الكرنبايه، حاطه ملح وكمون في قلب الميه اهي. حطيت الكرنبايه هي سليمه، شلت بس منها كام ورقه كده عشان طبعا لقيت الطبق اللي انا بسلق فيه صغير وكده. انا بقلبها بقى بالشكل دوت، كل جنب اقلبه شويه. هي اول واحده بس كده اتقطعت معايا عشان خاطر كانت ساندة عليها اهو. بكل سهوله بيطلع معاكي، وما تقسيش يعني ما تسلقوش جامد عشان ما يتهريش منك. ان شاء الله هو طلعته برضو ما خدش اي وقت، والورق سليم اهو. ما بتقسى عليه في السوا فبيتهري وما بيبقاش حلو. فانا يعني ايه ما بحبش ان انا اسويه جامد يعني ايه وانا بسلقه. دول الورقتين بقى اللي انا شلتهم. الورق العنب هو زي ما قلت لكم ان انا هسلقه كده. انا كنت سلقاه وسايباه بالعيدان، منقياه وسايباه بالعيدان بتاعته برضو في نفس الميه لان الميه نضيفه ما فيهاش حاجه. هنسلق برضو ورق الخاص برضو ما تسلقوش جامد لاني ما بيستحملش وكده. المهم ان هو يدبل معاكي وخلاص. دلوقتي بقى انا مجهزه بصلايه اهي بقى اللي احنا هنعمل بها خلطه المحشي، وحاطه زيت. حابه تحط سمنه بقى حطيت معلقه توم صغيره كده على البصله. هدي البصله تشويحه كده وحطيت معاها التوم. هنحط بقى الصلصه. حطيت حوالي معلقه صلصه كبيره كده. حط بقى طماطم انا ضربها في الخلاط كده يعني ايه من يعني نص ضربه كده اهيت، وحط عليها فلفل اخضر
طبعا الطماطم بيضة، بس طبعا البنجرية اللي احنا هنحطها هتخلي اهي انا بشرها عشان ما بحبش احطها قطع كده. هتحمر طبعا الصلصة بتاعتنا وهتبقى حلوة. هصفتها كده وما شاء الله هتحمر وتبقى حلوة، يعني مش هيبقى فيها اي حاجة، طعم البنجر مبقاش فيها. حطيت فلفل اسود حوالي معلقة كبيرة، كمون، كزبرة وبهارات. حطيت معلقة بابريكا وملح وكمون. هسيبها بقى تتسبك ونقطع بقى الورق مع بعض كده لحد ما هي تتسبك. وما شاء الله بصوا بقت عامله ازاي. هقطع بقى ورق الكرنب عمال ما التخديعه تتسبك معانا وكده. بقطعه بقى كده بالشكل دوت كده زي ما انتوا شايفين. ده ورق الاخضر دوت برضو بنحشيه ما بنرميهوش، وبناخد منه جزء نحطه في القعر بتاع الحله وكده. هقطعه بقى كله كده بالشكل دوت. خلاص بقى التخديعه بتاعتنا اتسبكت او الصلصه. انا غاسله الخضار اهوت ومصفياه. حط شويه كده على التخديعه، وغسله الرز طبعا هجيبه رخل احطه. الطريقه دي حلوه قوي تحت المحشي ديت، اللي هي تحت خلطه المحشي دي حلوه قوي. انا بديله تشويحه كده على النار عشان يشرب اي سوائل فيها وكده. ما بحبش ان انا اسيبه يعني كده اقلبه على الصلصه واسيبه، لا بحب اديله تشويحه كده على النار. حطيت بقيه الخضار اهو، طبعا هحط اخضر كتير عشان يدي طعم وريحه للمحشي حلو. خلاص بقى انا حطيت شويه في طبق كده عشان كان حامي، ورصيت الورق الاخضر في الحله اهو. نحشي كام صباع مع بعض كده. في رز تاني انا ركناه طبعا في الصينيه اللي انا كنت عامله فيها. انا خدت شويه كده عشان احشي كام صباع قدامكم اهوت بكل سهوله اهوت، ما خدش اي وقت معايا. هنحشي برضو خس معاكم اهو، ورقتين خس برضو تشوفوهم كده ما بيتحشوا زي الورق العنب بالظبط. نحشيه برضو، بس أنا طبعا مش هحطه في الحله اللي هي فيها الكرنب، انا هحطه في الحله اللي انا هحشي فيها البتنجان هو الورق العنب عشان يدوا البتنجان ريحه وطعم حلو. يعني مش هحشيهم لوحدهم، لا احطه كله على بعض. هو الكرنب بس اللي هحشيه في حله لوحدها. هحشي برضو ورقتين. بص ورق العنب طلع عامل ازاي، اكنك لسه جايباه اكنك لسه شاريه، عشان طبعا انا كنت حاطه ني وكده. فما شاء الله عليه عامل ازاي. ما بتحطيه بتسلقيه وتحطيه في الفريزر بيطلع مهري. طبعا دي البط البلدي ده بقى بتاعنا اهو من عند امي، ربنا يخليها لي يا رب. زي ما انا قلت لكم ان هي ما اي حاجه بترباها بلدي بتديني منها وكده. ربنا ما يحرمني منها يا رب ويخليها لي. البط السلق انا كنت حاطاه يستوي عمال ما احشي المحشي وكده. وحشيت البتنجان طبعا اهوت والفلفل. هرص بقى عليه ورق الخاص وورق العنب بالشكل دوت. وكان البط سايباه بقى بيستوي على النار وكده. عمال ما حشيت كان البط بتاعنا استوى. طبعا انا ما عنديش مكان ان انا اربي فيه طيور وكده، فهي ربنا يخليها ليا اي حاجه بتربيها فلازم بتديني منها وكده. فلازم ادام في بط بقى لازم نعمل عليه محشي. خلاص الشوربه بقى كده تحت البط انا خدتها عشان اسقي بيها المحشي. تملوش بقى الحله قوي اهي زي ما انتوا شايفين كده، مش ملياها مش باينه اصلا الشوربه بالشكل ده. وهزيتها احط طبق بقى عشان خاطر المحشي ما يفكش معايا. المحشي بتاعنا اهوت على النار خلاص قرب يستوي. والبط انا حمرته بعد ما استوى. خلاص كده المحشي بتاعنا بسم الله ما شاء الله استوى بقى. هنفضيه على الصينيه ديت اهوت ان شاء الله عليه. لسه بقى بيدخن. حط الكرنب كمان فوقه كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم ومع الف سلامه.